وقفنا في الحلقة اللي فاتت عند استقرار الأوضاع في مصر لصلاح الدين وبداية تطلعه للانتشار والتوسع في بلاد الشام. فازاي بقى قدر يدخل بلاد الشام ويضم أغلب ممالكها لحكمه، وازاي قدر يكمل حلم أستاذه نور الدين زنكي بالوحدة العربية ومحاربة الممالك الصليبية، وازاي قدر يسترد القدس من إيد الصليبيين، وازاي أصلا الصليبيين جم لعالمنا العربي وكونوا الإمارات الصليبية في الشرق الأوسط. كل ده وأكتر هنتعرف عليه في حلقة النهاردة. أنا محمد سعيد من قناة تاريختولوجي، ويلا بينا نكمل حكاية صلاح الدين الأيوبي. قبل ما نعرف ازاي قدر صلاح الدين ان هو يضم الحكم بلاد الشام وبعد كده يهزم الصليبيين ويسترد بيت المقدس من ايديهم، خلونا نعرف مين هم الصليبيين وجم لبلادنا ازاي. الحدوته ابتدت في القرن ال11 الميلادي لما كان العرب والمسلمين في قمة التطور العلمي والازدهار الاقتصادي، وبعيدا عن المستوى الحربي والسياسي كان عندنا علماء عظام في كل المجالات، وكانت اوروبا بتعيش فقر وتخلف وجوع لدرجة ان رجال الدين في اوروبا حرموا علي الامراض بسبب انها ابتلاء من الرب، فما ينفعش اننا نعادي اراده الرب. وكان اي حد يفكر ان هو يشتغل في الطب كان بيتحرق زي الصحراء، فبينتشر مرض الطاعون وبياكل نص سكان قاره اوروبا. ومن كتر ما العرب كانوا متطورين كان ملوك اوروبا بيبعتوا ولادهم ان هم يتعلموا في الاندلس، فكانوا لما بيرجعوا لبلادهم بيكونوا متاثرين جدا بالتطور الرهيب اللي عند العرب، ويبداوا يلبسوا العبايات الاندلسيه كشكل من اشكال التقدم، ويدخلوا في كلماتهم بعض الكلمات العربيه كشكل من اشكال ان هم متعلمين ومتقدمين. فسبحان الله مغير الاحوال. ومن شده الفقر والجهل في اوروبا والازدهار والتقدم والغناء في الشرق، فتولدت حاله من الكراهيه والحقد من الاوروبي الفقير الجعان ناحيه العربي الغني المنعم المتعلم. ده كله ما كانش فيه احتكاك بين اوروبا والشرق لحد ما دوله السلاجقه بيهزموا الدوله البيزنطيه في معركه ملاذ قرد، وكمان بيأسروا الامبراطور البيزنطي رومانوس. وابتدت تطلع اخبار في كل انحاء اوروبا ان المسلمين بعد ما هزموا البيزنطيين هيدخلوا اوروبا ويضموها لحكمهم، فيبدا الخوف والكره يزيد من ناحيه الاوروبيين تجاه المسلمين، وينادي بابا الفاتيكان بتوحيد الصف الاوروبي تحت رايه الصليب والهجوم على العرب في ارضهم قبل ما يهجموا علينا. وفعلا تتحضر الحمله الصليبيه الاولى وتعدي من مضيق البسفور وتوصل لبلاد العرب اللي كانت غرقانه في الصراعات الداخليه. فاول مدينه بتقابلهم نيقيا اللي بيستردوها تاني وبترجع للبيزنطيين، ويدخلوا على الشام ويأسسوا فيها 4 إمارات صليبية، وهما الرها وأنطاكيا وبعدها طرابلس، وآخر واحدة كانت إمارة بيت المقدس اللي كانت تحت حكم الدولة الفاطمية اللي كانت في آخر فترات حكمها والضعف كان مسيطر عليها، فما قدروش يدافعوا عن القدس، بل بالعكس الوزير الفاطمي بيهرب من المعركة للنجاة بحياته. ودخل الصليبيين القدس وعملوا في أهلها فوق اللي في خيالك ممكن يتصوروا، فكل المسلمين رجال ونساء وأطفال والشيوخ تم قتلهم، وكمان كان اليهود ليهم نفس المصير. والغريب إن هم قتلوا المسيحيين نفسهم الأرثوذكس وما سابوش غير الكاثوليك، فكان إجمالي سكان القدس حوالي 30,000 شخص اتقتلوا كلهم، ما فضلش منهم غير الكاثوليك اللي عددهم كان على أقصى تقدير لا يتعدى بعض المئات لو ما كانش بعض العشرات. والكلام دوت مش متاخد من المصادر العربية لا سمح الله، وإنما من المصادر الأوروبية نفسها اللي بتتباهى ببحور الدم اللي كانت مغطية حوافر الخيول. وده نقلا عن المؤرخ ريموند أوف إيجل اللي كان مرافق للحملة الصليبية الأولى. ويفضل الوضع على ما هو عليه لمدة 45 سنة تقريبا لحد ما تظهر شمس واحد من الأبطال اللي مش واخدين حقهم في التاريخ، وهو عماد الدين زنكي أمير الموصل، واللي قدر إن هو يسقط إمارة الرها واللي تعتبر أول هزيمة حقيقية للصليبيين في الشرق الأوسط. وبعد موته يكمل الجهاد من بعده ابنه نور الدين محمود الشهير بنور الدين زنكي، واللي فكر بطريقة أكثر فعالية من أبوه، واللي شاف إن الإمارات الصليبية متحدة ولو عملوا عليه تكتل ممكن ما يقدرش يكمل قصادهم، فشاف إن الأول لازم يتحد المسلمين عشان يقدروا يقضوا على الإمارات الصليبية وتحرير بيت المقدس. وأول حاجة عملها نور الدين زنكي إنه ضم إمارة حلب ومن بعدها دمشق، ويقدر نور الدين إنه يوسع نفوذه ويضم الشام والموصل وشرق العراق، ويفضل الوضع على ما هو عليه لحد وفاته. وبعد موته ولأن ابنه كان صغير ويحصل تشتت في مملكة آل زنكي، ودوت بسبب الطمع في السلطة. وبتنقسم السيادة في الشام ل3 أجزاء رئيسية. الأولى في الموصل واللي كان حاكمها اسمه سيف الدين غازي ابن أخو نور الدين زنكي،
والجزء الثاني بقيادة قلب أرسلان سلطان سلاجقة الروم، والجزء الثالث حلب ودمشق تحت راية إسماعيل بن نور الدين زنكي، واللي كان طفل صغير عمره 11 سنة. في الأمراء اللي حواليه هم اللي كانوا بيحكموا، وأمراء الشام هم اللي ولوا إسماعيل مكان أبوه تحت وصاية أمير اسمه محمد بن المقدم. وأمير حلب في الوقت دوت كان اسمه ابن الداية، فبيبعت لابن المقدم يطلب منه إن الولد إسماعيل يجي حلب ويكون في رعايته. وفعلا ابن المقدم بيوافق على شرط إن دمشق تكون تحت حكمه هو. واللي كان مسؤول عن المفاوضات بين ابن المقدم وابن الداية أمير اسمه سعد الدين كمشتكين. وفعلا بيتم نقل الطفل إسماعيل إلى حلب، ويحصل انقلاب داخلي من كمشتكين وينقلب على ابن الداية ويحبسه ويتولى مكانه. لكن الغريب إنه كان محافظ على الطفل الصغير إسماعيل وسايبه هو الحاكم الفعلي، يمكن تقديرا لأبوه نور الدين زنكي اللي كان بتجمعه بكمشتكين صداقة قوية جدا. وبعد الانقلاب اللي بيحصل في حلب، ابن المقدم في دمشق بيخاف على نفسه وبيبعت رسالة لسيف الدين غازي في الموصل عشان يعملوا تكتل ويحاربوا كمشتكين، لكنه بيرفض. فبيبعت رسالة استغاثة لمين؟ بالظبط لصلاح الدين الأيوبي. الحمد لله على السلامة. طبعا انت كنت نسيت اننا من الأصل بنتكلم عن صلاح الدين، وده كان ملخص الأوضاع في بلاد الشام. طب الدنيا في مصر كانت عاملة ازاي بقى؟ كان صلاح الدين معاه مجموعة من الأعوان مفهومش غلطة، قدروا ان هم يساعدوه في بناء دولته. فمثلا أخوه الكبير توران شاه ضم النوبة واليمن، وأخوه العادل تكفل بأنه ينهي فلول الفاطميين في الصعيد. إنما ابن أخوه تقي الدين عمر وصل لحدود بركة غربا وضمها لحكمه، وخاله شهاب الدين والقاضي الفاضل وبهاء الدين كراكوش كانوا مستشارين ليه. أي اسم من كل الأسماء دي يقدر يقوم بدولة لوحده، فتخيل مقدار قوة الفريق اللي كان شغال مع صلاح الدين. بالإضافة لدوت اهتم صلاح الدين بتجهيز الجيش وبناء الأسوار والقلاع، وزود اهتمامه بالأسطول زيادة شوية، وأضاف موارد جديدة تتصرف على تجهيز الأسطول وزيادة الراتب العاملين بيه عن طريق استقطاع جزء من الضرائب التجارية وتخصيصها للأسطول. وكان لقب قائد الأسطول أمير الماء، اللي اتاخد من الاسم دوت بعد كده أدميرال وأميرال، فهم أسماء مشتقة من أمير الماء. وكان في هذا المنصب واحد اسمه حسام الدين لؤلؤ، وافتكروا الاسم دوت كويس قوي عشان هيكون ليه دور مهم جدا جدا قدام. نرجع بقى نربط الأحداث ببعض. بعد ما جت رسالة ابن المقدم لصلاح الدين لبى النداء على طول، وأول حاجة عملها صلاح الدين إنه بعت رسالة للخليفة العباسي يتكلم فيها عن إنجازاته في إنه قدر ينهي الخلافة العباسية ورجع المنابر تدعي باسمه تاني، وقدر يصد الهجوم الصليبي على مصر وتصديه لأسطول مملكة صقلية اللي قعدت تجهز 5 سنين لمهاجمة السواحل العربية. كل الكلام ده كان الهدف منه إقناع الخليفة العباسي بأنه هو الوريث الشرعي لمملكة أستاذه نور الدين زنكي. وفعلا بينطلق صلاح الدين على رأس فرقة بسيطة مكونة من 700 فارس لحد ما يوصل دمشق ويقابل سكانها بمنتهى الحب. ولما عرف كمشتكين بوجود صلاح الدين بعت له رسالة باسم الولد إسماعيل بن نور الدين زنكي، فقابل صلاح الدين الرسول اللي كان اسمه قطب الدين بن حسان، وقال له إنه مش جاي يقاتل وإنما جاي يجمع كلمة المسلمين وتربية ابن نور الدين زنكي وسد الثغور وكف يد المعتدين. فرد عليه الرسول بأن صلاح الدين كاذب وإنه جاي عايز الملك وبس، واستلم رسالة من صلاح الدين موجهة لإسماعيل مضمونها إن هو جاي خدمة ليه وعشان يكمل مشروع أبوه وجمع كلمة المسلمين على الفرنجة وما تسمعش كلام اللي حواليك. وبعد كده يسيب صلاح الدين دمشق ويتوغل في الشام ويضم حمص من بعدها حماة والرستن اللي كانوا تحت حكم واحد اسمه عز الدين جردين النوري، وده كان صاحب صلاح الدين من أيام ما كانوا الاتنين تحت قيادة أسد الدين شيركو عم صلاح الدين. وبعد كده عز الدين جرديك بنفسه بيحاول يقنع الحلبيين بالانضمام لصلاح الدين وجمع كلمة المسلمين، ولكن كمشتكين حاكم حلب كان غبي قوي فبيحبس عز الدين جرديك مع ابن الداية. كل ده صلاح الدين ما رفعش سيفه في وش حد، لكن أهل حلب شكلهم مش ناويين على خير، وفعلا بيوصل صلاح الدين لحد حلب ويحاصر المدينة. فالحلبيين بيخرجوا من الأسوار ويحاربوا صلاح الدين كمحاولة لفك الحصار، لكن الحلبيين بيفشلوا وارتدوا تاني جوه المدينة. فيقرر كمشتكين التخلص من صلاح الدين بالاستعانة بأخطر أهل الأرض في الوقت ده، وهو شيخ الجبل راشد الدين سنان زعيم فرقة الحشاشين اللي كان عندهم قدرات غريبة وعجيبة في التخفي والتسلل وتنفيذ عمليات الاغتيال بمنتهى الحرفية. وفعلا بيبعت سنان مجموعة فدائية مكلفة باغتيال صلاح الدين، وفعلا يقدروا يتسللوا لقلب معسكر صلاح الدين
ولكن أمرهم بينكشف وبيتم قتلهم بعد قتال شرس جدا من الطرفين. صحيح فرقة الحشاشين ماتوا، لكنهم موتوا عدد كبير جدا مقارنة بعددهم، وده بيبين قد إيه إن الحشاشين دول مدربين على القتال أكتر من المقاتلين نفسهم. وبعد فشل خطة كمشتكين في التخلص من صلاح الدين على إيد الحشاشين يدور على حد جديد، فيبعت رسالة لريموند الثالث حاكم إمارة طرابلس اللي بيتحرك بجيشه على حمص عشان يهددها ويهدد مؤخرة جيش صلاح الدين. وفعلا بيفك صلاح الدين الحصار اللي معمول على حلب ويرجع عشان ينقذ حمص، وأول ما يوصل يروح سايبها ريموند الثالث وراجع على طرابلس. بعد ما رجع صلاح الدين لمدينة حمص فكر إن مدينة حلب مدينة صعب إنه يضمها بالحرب، فكر في التفاوض معاهم. وبعد كذا أسبوع راح في حمص اتجه صلاح الدين إلى إمارة بعلبك وضمها برضه من غير حرب. ومن كتر ما صلاح الدين ما كانش عايز يحارب الزنكيين بعت لهم رسالة يسبق فيها بالخير، وعرض عليهم إن هو يسيب لهم المدن المحيطة بحلب زي حمص وحماة وبعلبك تحت سيرتهم هم، في مقابل اعترافهم بحكمه على جنوب الشام. ولكن سيف الدين غازي صاحب الموصل واللي كان مكون حلف مع كمشتكين وإسماعيل بن نور الدين زنكي رفض الصلح، وكان عايز يضم الشام كلها لحكمه، فما كانش فيه سبيل غير الحرب. وتقابل الجيشين في منطقة اسمها قرون حماة، وكانت قوات صلاح الدين قليلة جدا، وكادت المعركة تنتهي بهزيمة صلاح الدين لولا إن وصلوا المدد في آخر لحظة من مصر بجيش قوي بقيادة ابن أخوه تقي الدين عمر وأخوه عز الدين فروخ شاه. واتقلبت المعركة لصالح جيش صلاح الدين، فانسحب جيش كمشتكين وسيف الدين غازي لحد ما وصلوا حلب، وقوات صلاح الدين وراهم، ويحاصر جيش صلاح الدين حلب للمرة التانية. لكن في المرة ديت أمراء حلب هم اللي يعرضوا السلام على صلاح الدين بإن هم يعترفوا بسلطان صلاح الدين على كل المدن اللي وصلت لها إيده، بس يدعي لإسماعيل على المنابر، وده كان اعتراف سوري بسيادة الدولة الزنكية على المدن دي. ويوافق صلاح الدين بالحل دوت عشان ما يظهرش بمظهر عدو السلام وإن همه السلطة. انتصار صلاح الدين في قرون حماة خلى موازين القوة في المنطقة تختلف، وخلى مواصلة يفقدوا سيطرتهم وهيبتهم، وحتى الصليبيين حسوا إن الخطر اللي كان عليهم من نور الدين زنكي ما انتهاش بموته، وإن اللي قال إن هو جاي يكمل اللي بدأ نور الدين شكله قد كلامه، وإن اللي جاي أصعب. استقر صلاح الدين فترة في دمشق عشان يعيد هيكلة الأمور هناك، وكان سايب أخوه العادل هو اللي يدير الشؤون في مصر. ولكن الهدوء في الشام ما استمرش كتير، فسيف الدين غازي كانت مشكلته مع صلاح الدين مش حاكم قصاد حاكم أو جيش قصاد جيش، ولكن مشكلته إن صلاح الدين كردي وهو تركي، فكان عنده نعرة إن أنا تركي وهو كردي، وإن الأتراك هم الأسياد، النعرة العنصرية التركية اللي موجودة عند أغلب الأتراك. وفعلا بيعمل سيف الدين غازي حلف مع مجموعة من أمراء المدن اللي مش تبع صلاح الدين، وأسوأ حاجة حصلت إن هم ضموا في الحلف ده إمارة أنطاكيا التابعة للصليبيين، واللي نتج عن الحلف دوت الإفراج عن بعض الأسرى الصليبيين، ومن ضمن الأسرى دول واحد اسمه إرناط، شخص من أكتر الناس عدائية للإسلام والمسلمين، واللي هيكون ليه دور مهم جدا قدام في الصراع العربي الصليبي في المنطقة. فعلا بتدور معركة بين جيش صلاح الدين والجيش اللي على قيادته سيف الدين غازي، وبينتصر صلاح الدين كالعادة ويردهم لحد حلب، ويقرر يضم كل المدن اللي حوالين حلب عشان خاطر يمنع عنهم الامدادات. فأمراء حلب بيراسلوا شيخ الجبل سنان زعيم الحشاشين تاني عشان يبعت ناس تانيين لاغتيال صلاح الدين. فعلا بيبعت شيخ الجبل سنان فرقة جديدة لقتل صلاح الدين، والفرقة دي قدرت انها تتخفى ووصلوا لقلب معسكر الجيش الأيوبي. وفي الليلة اللي هتنفذ فيها عملية الاغتيال صلاح الدين كان في خيمة أحد قواده بيتناقش معاه في الخطط الحربية وأسلوب الحصار، وفجأة يتفاجئ صلاح الدين ب4 أشخاص مسلحين بيقتحموا الخيمة، وواحد فيهم يضرب صلاح الدين بخنجر في وشه. وفعلا الضربة صابت وش صلاح الدين، ولكنه كان لابس لبس الحرب وحاطط الخوذة على راسه، فالضربة ما أذتوش قوي ولكنها سابت علامة في وشه. وبسبب الحادثة دي أدرك صلاح الدين خطورة وقوة فرقة الحشاشين، قرر إنه يحاسب أمراء حلب على فعلهم ده ويشد عليهم الحصار لحد ما يتفاوضوا معاه تاني. ولكن المرة دي صلاح الدين بيكون هو صاحب القرار، وأمراء حلب بيوافقوا على شروطه للسلام. وكان مضمون المعاهدة الجديدة بينهم إن إسماعيل بن نور الدين زنكي ملوش غير حكم حلب بس، كل الأراضي اللي سيطر عليها صلاح الدين فهي ليه. وبعد الصلح دوت قرر صلاح الدين إنه يوجه جيشه ناحية الحشاشين
ويقضي عليهم، وفعلا بيوصل لحد قلعتهم واللي كانت موجودة بجبال مصياف. وكانت قلعة مصياف دي قلعة استحالة اقتحامها، لأنها موجودة في أعلى الجبل، والوصول ليها عن طريق ضيق جدا، وصعب إن أي جيش يفكر في اقتحامها، ولو فكر إن هو يقتحمها هيتم اصطياده من داخل القلعة بمنتهى السهولة. ففضل صلاح الدين محاصر القلعة لمدة أسبوع من غير فايدة. ومن كتر ما صلاح الدين كان عارف قدرة الحشاشين على التخفي والتسلل، زود الحراسة حوالين خيمته وخلى عدد الحراس 1000 حارس لحمايته هو بس. وفي يوم يصحى صلاح الدين من النوم، لقى الخيمة بتاعته فيها حاجة غريبة، زي ما يكون تم إعادة ترتيب محتوياتها. يعني مثلا الحاجة اللي على اليمين بقت على الشمال والعكس. ولقى عيش مخبوز على الطريقة الإسماعيلية. فالشيعة الإسماعيلية واللي تابع ليهم فرقة الحشاشين كانوا بيعملوا العيش بطريقة معينة، وفي وسط العيش خنجر ومتعلق فيه ورقة مكتوب فيها رسالة بخط سنان مضمونها إن ملكك كله هيبقى ملكنا، وإنك في قبضة إيدينا، وقرب اليوم اللي هنحاسبك فيه حساب عسير. صلاح الدين طبعا قرا الرسالة اتجنن، وعرف إن معسكره مخترق. وفعلا بالرغم من إن كل الحراس دول حواليه، قدر إن الحشاشين إن هم يوصلوا لحد سريره. وبيتم بعد الحادثة ديت مجموعة رسائل بين سنان وصلاح الدين، كلها رسائل استفزازية من الطرفين. فإذا كان سنان شخص غامض ومخيف، فصلاح الدين برضه قلبه ميت ومش فارق معاه الموت، لحد ما يتوسط شهاب الدين خال صلاح الدين للصلح بين الطرفين. وفعلا الاتنين كانوا هايبين بعض، فيوافق الطرفين على الصلح. يرجع بعد كده صلاح الدين على دمشق بعد إتمام الصلح مع سنان، ثم بعد كده بتكون علاقتهم كويسة جدا. وبعد كده يرجع صلاح الدين على مصر، ياخد فيها فترة استراحة محارب بسيطة، ثم يعود تاني على الشام مع جيش قوامه كبير نسبيا مكون من 18,000 فارس، ويهاجم الجيش الأيوبي عسقلان ومن بعدها مدينة الرملة. فتتحرك القوات الصليبية بقيادة أرناط حاكم حصن الكرك اللي كنا اتكلمنا عليه من شوية، وينضم ليه بلدوين الرابع حاكم بيت المقدس ومعاه فرسانه. صلاح الدين ما كانش مرتب أموره، وكان جنوده منتشرين حوالين عسقلان مشغولين بجمع الغنائم. فيتفاجئ صلاح الدين بجيش الصليبيين محاوط جيشه، أو بمعنى أدق الجزء البسيط الموجود من جيشه، ولكنه ثبت وكان معاه ولاد إخواته تقي الدين عمر ومحمد بن الكامل. وتعرفت المعركة دي باسم معركة تل الجزر. ولأن وضع المسلمين ما كانش كويس في التمركز، ففقد المسلمين أعداد كبيرة جدا، ومن ضمنهم كان محمد بن تقي الدين عمر، واللي أثناء المعركة انسحب من شدة الضغط عليه. ولكن أبوه تقي الدين عمر أمره بالثبات والرجوع للمعركة، فرجع واستشهد فيها أثناء القتال. وصلت على طول أخبار المعركة للقوات الأيوبية المنتشرة في عسقلان وحواليها، وحاولوا إن هم يلحقوا بالجيش اللي بيقاتل، ولكن الصليبيين كانوا عملوا اللي هم عايزينه وأسقطوا أعداد كبيرة جدا من المسلمين، لدرجة إن صلاح الدين اختفى في المعركة، واعتقد الأغلبية إن هو استشهد. وفضل قادة الجيش يدوروا عليه بين الجثث في المعركة لحد ما لقوه مرمي على الأرض بين الحياة والموت فعلا. وبيتم إسعافه ويرجع صلاح الدين مع من تبقى من جيشه على مصر في حالة سيئة للغاية. المعركة دي كانت أقوى هزيمة يتعرض ليها صلاح الدين، اتعلم منها أمور كتير جدا، زي إن هو يكون أكثر حزما، وإن العدد مش كل حاجة، ومش معنى إن معاه جيش كبير إنك هتنتصر، وإن التنظيم والأخذ بالأسباب هما أول شروط النجاح. 4 شهور بس ويتحرك صلاح الدين من مصر على الشام تاني، ولكن بشخصية وخبرات جديدة. وكانت ابتدأت تظهر بعض المشاكل الداخلية، فقرر إنه يحلها قبل ما يشوف الصليبيين عايزين إيه، وفعلا يخلص مشاكله الداخلية ويتواجه مع الصليبيين في منطقة اسمها مرج العيون. والصليبيين كانوا مجهزين جيش قوي جدا وصل ل11,000 مقاتل، وكانوا فاكرين إن صلاح الدين اللي هزموه من شهور بسيطة زي ما هو، وإن التخليص عليه مسألة وقت، وإن الوقت دوت جه خلاص. ولكن الصليبيين يتفاجئوا بصلابة وشراسة القوات الأيوبية، ويتهزموا هزيمة ما حصلت لهمش قبل كده، ويموت منهم أعداد كبيرة جدا، ويتأسر منهم تقريبا 270 شخص، وكان في وسطهم مجموعة من أقوى وأهم الأمراء الصليبيين. وزي ما ذكر عماد الأصفهاني مؤرخ السيرة الأيوبية واللي كان شاهد عيان على المعركة دي، إن من الأسرى كان بدين بن برزان ابن حاكم الرملة، وقود مقدم الداوية،
والدوية دي كانت فرقة عسكرية دينية مهمة جدا في جيوش الصليبيين. أود دوت كان الأمير والقائد بتاعها، بالإضافة لحاكم طبرية وهيو ابن حاكم القمصية وأخو حاكم جبيل وحاكم جنين وحاكم عسقلان وحاكم يافا. ويتم التفاوض من الصليبيين على الأسرى بتوعهم، وكان التفاوض ناجح جدا للمسلمين، وال270 أسير دول اتفكوا بآلاف الأسرى المسلمين. يعني مثلا بدين لوحده ديته كانت 150,000 دينار وإطلاق سراح 1000 أسير مسلم. ومع إثبات القوة الحقيقية للقوات الأيوبية، صلاح الدين ابتدى تعمل له 1000 حساب، خصوصا بعد ما عمل حملتين، واحدة بحرية على عكا والتانية برية على صفر بالقرب من طبرية. الحملتين دولت أزعجوا الصليبيين جدا وطلبوا من صلاح الدين هدنة سلام، ودخل في الهدنة دي كل من بدوين الرابح حاكم بيت المقدس وحاكم طرابلس ريموند، ورفض الدخول في الهدنة حاكم أنطاكيا بهيموند الثالث، وكانت مدة الهدنة دي 2 سنين. وفي نفس الوقت بيعمل صلاح الدين هدنة تانية مع ملك أرمينيا، ويدخل في الهدنة حاكم الموصل وأربيل وكيفا ومردين وسلاجقة الروم، وبرضه مدة الهدنة دي كانت 2 سنين برضه. بعد الهدنتين دول يرجع صلاح الدين تاني على مصر لالتقاط الأنفاس وإعادة ترتيب أوراقه، بعد ما فرض نفسه كأقوى شخصية على الساحة الشامية، ويوصل كمان لعلاقة صداقة حقيقية مع الإمبراطور البيزنطي الجديد أليكسيوس الثاني، ويكونوا مع بعض حلف قوي جدا في مواجهة الصليبيين. تسمع انت الكلام دوت تقول لي ازاي مسيحي يتحالف مع مسلم ضد الصليبيين؟ اقول لك، انا فاكر في الحملة الصليبية الاولى في اول الحلقة لما قلنا ان الصليبيين دخلوا القدس وقتلوا كل الناس حتى المسيحيين الارثوذكس، والحملات الصليبية دي كانت كاثوليكية وتابعة للكنيسة في روما، اما الارثوذكس فكانت تبع الكنيسة في القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية. فيعتبر الارثوذكس والكاثوليك في الفترة دي كانوا اعداء، ويفضل الوضع على ما هو عليه في الشام لحد ما يحصل حادث جلل يتسبب في قطع الهدنة وإظهار وجه شرس جدا لصلاح الدين في وجه الصليبيين، أسفر عن أحداث غيرت مجرى التاريخ. إيه بقى اللي حصل، وإزاي الهدنة اتقطعت، وإيه كان رد فعل صلاح الدين، وإزاي قدر يهزم الصليبيين في معركة حطين، وإزاي قدر يسترد بيت المقدس بعد كده؟ كل ده وأكتر هنتعرف عليه إن شاء الله في الحلقة الجاية. كان معاكم محمد سعيد من قناة تاريختولوجي، ولو كنت وصلت معايا لحد هنا فده معناه ان الحلقة عجبتك، فما تنساش بقى اللايك والسبسكرايب لو اول مرة تنورنا على القناة، وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من حلقاتنا اول باول. وسلام.